السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. في الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا مع بعض حلوة معسلة معشوقة الجماهير، سهلة وسريعة في التحضير تاعها. البقلاوة الشهيرة المبرومة، بقلاوة فايتي ما فيها لا جهد ولا تعب، والبنة تاعها خطيرة، عندها قرمشة رهيبة، وتانيك الحشو تاعها يجي طري ومعسل. اذا ما نطولش عليكم، نبداو بسم الله على بركة الله بطريقة التحضير. وهنا في الغيسيبيون تاعي كنت ديجا حطيت 3 كيسان تاع الكاوكاو محمصين. نضيف لهم 2 مغارف كبار تاع سكر، مع 2 مغارف كبار تاع زبدة ذايبة. اللي عنده السمن يستعمل السمن احسن. انا ما كانش عندي، ذوبت الزبدة وخليتها حتى بردت. نخلطوا السكر مع الزبدة مليح، ونضيفوا في الاخير 2 مغارف تاع مزهر. ما نديروش بزاف المزهر، نديرو غير 2 مغارف، ما راناش حابين الحشو تاعنا يجي يتلايم. واللي يحب الذوق تاع القرفة يقدر يزيد شويه قرفة مع الكاوكاو. نخدمو الحشو تاعنا غير باطراف الاصابع. نحطوه على جنب باش يرتاح شويه، ونجيبو لاباطا فيلو. انا شريتها جاهزه، واللي يقدر اللي يحب يخدمها في الدار يقدر يخدمها. هنا نجيبو 2 اوراق فقط، نخدمو غير بالزوج ونتعاملوا معاها برفق. كيما نعرفوا لاباطا فيلو ثم تتقطع. نحطو وحده فوق وحده بتساوي. ناخذ كمية تاع الزبدة بالبنسو، ندهنو مليح الأوراق تاوعنا. واللي عنده سمن يستعمل السمن أحسن. وهنا نسيت باش نقول لكم، بالزبدة كي نذوبوها ونخلوها تبرد نزيدو لها 2 مغارف تاع الزيت باش تجي البقلاوة تاعنا مقرمشة. نجيب هذا العود نحطوه كما راه موضح في الفيديو. ناخذ كمية من الحشو تاعنا نحطوه جوست قدام العود هذاك، ونحطو كمية لبس بها تاع الحشو. نسووه مليح، وهنا نبداو ندورو فيها. وكي ندوروها ما نزيروهاش بزاف، هكذا كي نكونو حنكمشوها لداخل هذاك العود راح تتكمش بكل سهولة. مي لو كان نزيروها كي نكونو حنكمشوها راح تتقطع كامل معانا. اذا نتعاملوا معها غير برفق. وقبل ما نغلقو نزيد ندير شويه تاع الزبده. نوجدوا البلا لي يدخل للفرن باش نحطوه ديريكتومون فيها. انا وجدت هذا البلا مي جاني صغير بزاف، عاود بدلته بتاع الفرن. وهنا نوري لكم كيفاش تكمشوها. سمحوا لي راح لي المقطع مع الاول. اذا نشدو من الاطراف ونكمشوها على الداخل. نسويها في البلا تاعي مليح، ونعاود ندهنها بالزبده ونحطها دكوتي. وهنا نعاود واحده اخرى معاكم. ناخذ 2 اوراق فقط، نحطو شويه تاع الزبده، ونديرو كميه مليحه تاع الزبده باش تجينا مرقه. نحطو هذا العود ونعاودو نطوو. نديرو الحشو تاعنا. وهنا كملاحظه، اللي ما يحبش ريحه الكاوكاو يقدر يخلط معاه 2 مغارف تاع نواه كوكو ولا 3 على حسب الكميه تاع الكاوكاو اللي استعملتوها. كي تحمصوه وتكونوا حترحوه، هذاك نواه كوكو ترحوه معاه، راح نتحصلوا على ذوق يجي هايل وتنقص ريحه الكاوكاو. اذا نسوي الحشو تاعي مليح ونبدا ندور فيها غير بالعقل، وكما قلت لكم ما نزيروش. وبالنسبه للاوراق تاع لاباتا فيلو اللي مازال ما استعملناهمش، كنت انا غطيتهم ودرتهم في كيس بلاستيكي باش ما ينشفوش. كما نعرفوا لاباتا فيلو اذا شم قاسها الهواء راح كامل تنشف وتيبس وتتقطع لنا كي يكونوا حنخدموا بها. وهنايا نشدو من الاطراف ونلويو على الداخل باش يتنحى لنا هذاك العود بكل سهوله ويجي الشكل تاعها شباب.
وكل وحده نخدموها كي نديروها في البلان نعاودو ندهنوها بالزبده باش ما تنشفش. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. انا كانت عندي لاباطه فيلو، الوزن تاعها 500 غرام. ما ملحوش، ورثت لي 3 كيسان تاع الكاوكاو، جاني جوست بالنسبه اللي يحبوا المقادير مضبوطه. وهنا قبل ما ندخلها الفرن نعاود نجوز لها كامل بالزبده. وفي هذه الاثناء نشعلوا الفرن تاعنا على 160 درجه، ما لازمش يكون سخون بزاف. وقبل ما ندخلوها للفرن نقطعوها. والحجم تاع البقلاوه المبرومه تاعنا احنا اللي نتحكموا فيه. انا كي درتها في هذا البلاق قسمتهم على 4، درتهم شويه صغار. ندخلوها طيب، كي نشوفوها حمارت من التحت نعاودو نشعلو لها من الفوق، مي لازم نعسوها باسكو كيما قلت لكم تمتم الطيب. ولما طيب وهي سخونه نجيبو العسل تاعنا، لازم تكون بارده، نعسلوها مليح. وهنايا العسل ما لازم تكون فيه حتى اضافه، هكذا باش تبقى محافظه على القرمشه تاعها لمده طويله. مي لو كان نضيفولو المزهر راح العسل تاعنا يرجع خفيف، والبقلاوه تاعنا راح تفقد القرمشه تاعها وتتشمخ كامل، صافي ترجع كامل معلكه. وهنا كملاحظه كي نديرو البقلاوه تاعنا في البلا قبل ما نديروها طيب نحطوهم متباعدين شويه، نخلو شويه ليسباس باش هكذا كي نعسلوهم هذيك العسل راح تدخل بيناتهم. تانيك كي يطيبوا في الاجناب والبقلاوه تاعنا تجي مرقه مليح. وهنا كلمسه اخيره ندير شويه تاع الكاوكاو اللي قاعد لي من الفوق، مي اللي عنده بيستاش يدير بيستاش احسن، راح يجي لي الشكل واللون تاعها شباب. وبعد ما نكملوا التزيين تاعها نخلو البقلاوه تاعنا حتى تتشرب هذاك العسل المليح، ونديروها في طبق التقديم ونشوفوها مع بعض. وصفتنا النهار تاع اليوم راهي واجده في شكلها النهائي. هي وصفه محبوبه الجماهير، ما كاش اللي ما يحبهاش. بهذه الخطوات اللي قلتها لكم راح تجي مرقه والحشو تاعها يجي طري ومعسل. ولهنا لحقنا الى نهايه الفيديو. نتمنى الوصفه تاع اليوم والطريقه تكون نالت الاعجاب تاعكم. مبقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. سلام الله عليكم.